ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ معلش متاخذنيش النهارده، والله دمي محروق لان قصه النهارده دراميه ومأساويه بشكل صعب، وانا مش فاهم انا ليه كل شويه برضه بروح للحته دي. كيف مأساويات انا ما تفهمش. لا بس بجد قصه النهارده فعلا مختلفه، لان كل الظلم اللي انت شفته في حياتك واللي عرفته كوم، وقصه سوريا كوم تاني خالص. من كام سنة كده أخت سوريا بعتت رسالة لصحفي فرنسي عشان تستنجد بيه إن هو ينشر قصة سوريا للعالم كله، ولولا كده إحنا ما كناش هنعرف حاجة عن القصة دي خالص. مين سوريا بقى؟ سوريا عندها 35 سنة، متجوزة من واحد أنت تقدر تقول عليه كلب شيطان، ده مش بني آدم، وعندها ولدين وبنتين، وعايشة حياة كده بسيطة في قرية كده في إيران. جوزها بقى ممكن يضربها على أتفه سبب، وهي للأسف ضعيفة، مفيش حد استنجد بيه، لأن ببساطة العرف في المدينة اللي هم عايشين فيها إنك طالما اتجوزتي يبقى منك لجوزك، مالكيش أي حقوق غير انك تفضلي تحت طوعه، ومهما عمل فيكي تستحملي برضه. وفضلت هي مستحمله عشان عيالها، وكل ليله زي ما بتقول كده يعني ايه تنام ودموعها على خدها. جوز سوريا بقى ببساطه كده من الناس اللي هي ايه بتجيب الفلوس من اي حته، ما عندوش مشكله هي جايه منين. وخلي بالك ان النوع ده من الشخصيات الخوافين بيعملوا له حساب، انت عارف اللي هو بيبقى مسيطر ده. وحط لي تحت الجمله دي بقى شويه خطوط. عدت الايام وجوزها بيشوف بنت عندها 14 سنه كده، وعقله طار منه بقى خلاص، اعجب بيها وهيموت ويتجوزها. مشكلته الحقيقيه فين بقى بالظبط؟ انه ما يقدرش يفتح بيتين، يا سوريا يا البنت دي. فطبعا الحل الوحيد اخلص من سوريا، بس انا لو طلقتها ما انا ملزم برضه اديها نفقه. فراح للشيخ بتاع المدينه وقال له يا شيخ مراتي ما بتدينيش حقوقي وانا تعبت منها، وانت فاهم انا كراجل محتاج ايه. وابتدى يمثل دور الضحيه. وبص يا شيخ انا هطلقها واتجوز واحده تانية، بس عايزك تقنعها ان هي تديني الولدين وتخلي معاها البنتين، واسيب لها البيت اللي هي قاعده فيه، بس ما تاخدش مني نفقه. اديها نفقه على اي اساس؟ ده حرماني من حقوقي وحرماني من ايه. وقعد بقى ايه يغني له. فراح الشيخ قال له سوريا، فقالت له لا طبعا، عايز يتجوز بس النفقه يدفعها، وبعدين ياخد الولدين ليه؟ ما يسيب لي عيالي معايا. هو كان عايز الولدين عشان لما يشتغلوا ياخد فلوسهم، مش تضحيه منه ولا حاجه. فراح الشيخ وقال لجوزها، واعتقد ان سوريا لو كانت عارفه اللي هيجرى لها كانت وافقت فعلا بالعرض ده وحافظت على حياتها. من التوقيت ده بقى جوزها ابتدى يشتغل لها في الازرق، ضرب كل شويه، قله قيمه، وما عادش فلوس بتتصرف في البيت. وكانت لاول مره بقى في حياتها تسيب البيت وتروح تقعد عند اختها، خلاص ما عادش طايقه. اختها شخصيه غيرها خالص، يعني شخصيه قويه، وقاعده لوحدها في البيت ما اتجوزتش. قعدت بقى تحكي لاختها اللي حصل من الاول خالص بقى، ووريتها اثار الضرب اللي في جسمها، وقعدوا يشتكوا لبعض بقى طول الليل، وناموا وصحيوا على خبر واحده جارتهم ماتت. الست دي كانت متجوزه من راجل اسمه هاشم. الراجل ده جبان حرفيا، ده مش شتيمه، لا هو خواف فعلا، ولو انه يستاهل الشتيمه والله. من الناس اللي هي ماشيه جنب الحيط، من بيته لشغله ومن شغله لبيته. ومن هنا هيبتدي يجهز جوزها لخطته اللي ما تجيش على بال الشيطان نفسه. راح لهاشم بعد ما عزاه وقال له بقول لك ايه، انت دلوقتي قاعد لوحدك ومفيش حد ياخد باله من العيال، ما تكلم سوريا وقول لها تيجي تاخد بالها من العيال، تطبخ لهم حاجه، تنظف البيت وانت في الشغل لحد ما ترجع. وانت عارف سوريا طيبه عمرها ما تتاخر عنك، بس بشرط يا هاشم ما تجيبش سيرتي خالص، ولا كاني قلت لك اي حاجه، انت تروح منك ليها. فراح هاشم فعلا لسوريا وقال لها بقول لك ايه، انا مكسوف منك والله، مش عارف اعمل ايه، بس العيال وما فيش حد يقعد معاهم، والحكايه والروايه لو تيجي تبص بس عليهم كده ايه كل يومين ومن وقت للتاني، او تطبخ لهم حاجه مش عارف ايه لحد ما ارجع. قالت له حاضر ما تشيلش هم خالص. فقال لها انا فاهم الظروف وعارف انت ليه قاعده عند اختك، فانا هطلع لك ايه مبلغ كده برضه تصرفي منه على البنتين. فلا ازاي والله احنا اخوات يا هاشم ما تقولش كده، لا والله ابدا لازم تاخدي هي بعد شد وجذب ايه وافقت. وكانت فعلا قد الامانه، تروح كل يومين كده تطبخ للعيال وتروق البيت وتستنى هاشم لما يرجع وتروح. جوزها بقى في التوقيت ده راح للشيخ وقال له انا مش حاسس ده انا متاكد ان مراتي بتخوني مع هاشم. الشيخ ازاي انت بتقول كده على سوريا، ما احنا عارفين سوريا ومش عارف ايه. قال له يا شيخ انا بقول لك متاكد ان هي بتخوني مع هاشم. قال له بص ده اتهام محتاج دليل، اولا تجيب لي شاهد، ثانيا هاشم يشهد على نفسه ان ده حصل. قال له لو على الشاهد بسيطه انا هجيب لك الشاهد. وابتدى الحيوان يعمل ايه بقى، من تحت لتحت كده في وسط الناس يشيع الخبر ان مراته بتخونه مع هاشم. والبلد بسيطه فسهل قوي ان هي الاشاعه تكبر، والاشاعه فعلا قعدت تكبر لحد ما الناس ابتدت تالف كلام كمان من دماغها، ويشوفوا بقى هاشم ما راحش الشغل النهارده يبقى اكيد معاها، لحد ما بقت سيرتها فعلا على كل لسان. استنى جوزها شويه كده على الاشاعه لما تستوي وتاخد راحتها، وراح جاب مراته من عند اختها وضرب في الشارع بقى وقله قيمه، يا خاينه انت بتخونيني انا بعد ما عملت وبعد ما سويت،
ومش مديها فرصه ان هي تدافع عن نفسها ابدا. وبعدها راح لهاشم قال له انا مراتي بتبات عندك ليه؟ قال له سوريا عمرها ما باتت عني، مين اللي قال الكلام ده؟ فقال له انا عارف اللي بيحصل من ورا ظهري وانا مش نايم على وداني. فهاشم قال له سوريا انا عمري ما شفت منها غير كل خير، ازاي تقول عليها حاجه زي دي؟ فقال له يا هاشم انت عارف عقوبه اللي بيذنب واحده متجوزه ايه؟ انتوا الاتنين هيتحكم عليكم بالرجم، والناس متاكده بره ان ده حصل، فخاف على نفسك وخاف على عيالك، وانا مش طالب منك حاجه، انا كل اللي عايزك تقوله بس ان هي حاولت معاك وانت رفضت. ولا تحب اقول بقى ان انا شفتكم انتوا الاتنين مع بعض؟ طبعا الراجل هنا خاف وكش، وافق فعلا ان هو يقول عليها كده. ولما جه الشيخ يحكم قال له ده عرضت عليا وانا رفضت. والناس طبعا واقفه ملمومه، ما كانش محتاجه يعني ايه كلام كتير، الناس طبلت كلها لدرجه ان ابوها كمان صدق. ما كانش فيه غير اختها وهاشم بس اللي يعرفوا ان هي بريئه، بس للاسف مهما حاولت تدافع عن نفسها ما كانش حد هيصدقها، وهي كلمه واحده بس اللي قالتها حسبي الله ونعم الوكيل.